في الحمل والرضاعة الفيتامينات والمعادن مهمة جدا. هي مش حاجة دلع انت بتاخديها، القرص اللي انت بتاخديه وتقولي انا مش قادرة يا دكتور ابلعه، لا ما ينفعش، انت جسمك محتاجه والبيبي محتاجه. اول 3 شهور من الحمل بيبقى فيه وحم، بيبقى فيه اعراض انت بتحسي بيها. الاعراض دي نتيجة نقص حاجة. لازم في الحمل بتاخدي معاكي الفوليك اسيد، تاخدي 400 مايكرو جرام. بتحسي ان انت عايزه تنامي ساعات نوم طويله. ليه بقى؟ لان انت بيبقى جسمك يعني بيخلي طفل تاني ينمو، فعشان الطفل التاني اللي هو جوه جسمك ده اللي هو شخص تاني غيرك ينمو، محتاج من جسمك طاقه، صوديوم، كالسيوم، بوتاسيوم. فبيعمل لك ايه؟ خمول، يقول لك يلا روحي نامي انت بقى وسيبينا احنا ناخد الحاجات اللي احنا عايزينها، ارتاحي انت شويه. فتلاقي نفسك بتنامي من 8 ساعات ل 12 ساعه. يعني ساعات يقولك ايه ده حامل جاي لها بنوم. لا، هو الجسم فعلا مدي اوردر ارتاحي انت شويه عشان احنا نعرف ان ايه نقوم بالوظائف بتاعتنا وناخد الفيتامينز بتاعتنا المهمه والمكملات بتاعتنا الاساسيه اللي هناخدها للبيبي. البروجستيرون بيعلى في الجسم بتاع الحامل، فهو ده اللي بيعملك احساس القيء او الميل، يعني ان انت دايما حاسه ان انت نفسك غمى عليكي، او ان انت اوريدي بترجعي. وفي حالات اصلا بترجع في اليوم يعني لحد ارقام كبيره جدا، يعني 5 و6 و12، بتوصل لمراحل ان احنا بنحتاج نركب لها محاليل. فانا عايزاكي تبقي ريلاكس، مرتاحه، تاخدي الفيتامينز بتاعتك عشان ما توصليش للمراحل الجامده ديت. المغنيسيوم لازم تاخدي منه 300 مللي جرام، لازم تاخدي فيتامين سي، لازم تاخدي فيتامين بي 6. في حالات بقى بنوصف لها الاسبرين، الدكتور بتاعك بتاع النساء بتاعك. النهارده جايه اكلمكم عن موضوع اتكلمت معايا فيه كذا حاله حامل، وحابين يتكلموا عن التغذيه للحوامل. عايزين يا دكتور نعرف ايه هي التغذيه الصحيحه للحوامل عشان الحمل يبقى جيد والبيبي يطلع بصحه جيده والام ما تتاثرش وصحتها تتدهور. طيب احنا في الحوامل بنتكلم عن التغذيه بشكل مختلف. انت كحامل ما ينفعش تخسي، انت بتفضلي محافظه على وزنك، بتزيدي 12 كيلو كله اثناء الحمل 9 شهور. بتزودي طبعا من سعراتك 500 سعر حراري على السعرات بتاعتك عشان بتغذي طفل تاني معاكي، روح تانية لازم تطلع بكامل غذاها. انا بمنع لك في الحمل العيش لانه هو مفيش فيه اي فايده خالص. بديكي الفيتامينز بتاعتك اللي الدكتور بتاع النساء والولاده بتاعك طبعا بيكتبها لك، زي الفيتامين بي، المغنيسيوم، لازم تاخدي الكالسيوم بتاعك. طبعا انت في الحمل بتحسي في الاول 3 شهور باعراض القيء او ميل للقيء، نفسي غمى عليا. طيب انا نفسي غمى عليا ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي في نقص في فيتامين موجوده معينه في الجسم، ده عرض من اعراض مرض. طيب كمان في حاجة تانية، انا باجي عايزة اخد الكالسيوم عشان عظمي وعظم البيبي يا دكتور بيتعب، وخصوصا بعد الحمل التاني والتالت. طيب انا الكالسيوم اخده من السمسم، اخده من الطحينة في نسب كبيرة جدا. كمان ما ينفعش المغنيسيوم يقل في الجسم، لانه لما بيقل في الجسم الحامل وما بتاخدوش كفيتامين بياخد من العظم بتاعها. المغنيسيوم مضاد